أراد صاحب مهنتنا أن يلتقط صورة واحدة تفي غرضا لطرفيها الاتفاق والهلال أو علها تنفع كعنوان للقاء الدمام، وإذا بعدسته تلتقط بدون توقف. وأول ما رصدته كان محيرا له ولنا وحتى لجمهور المستديرة. الجميع لم يعرفوا لماذا أو على من صفر الحكم تركي الخضير وهو يعلن ركلة جزاء، والحيرة تصل إلى أوجها. فتارة شككنا لهذه الحالة، وبعد قليل ترانا نقول لهذه. وبين تلك وهذه وبين الاعتراض على الاثنتين تركي يحتسب الركلة، والمنفذ هو الشلهوب، وقلما يخطئ هذا الرجل. والهدف حاضر، والهلال يدون نفسه بهذه وبغيرها. فناصر الشمراني يقول بأن الخطى السريعة هي ما أوصى بها الكابتن سامي الجابر. ثم جبر الشمراني قلوب عشاقه بواحد آخر من جملة تغني بدون موسيقى، والهدفان بوقت أقل من 10 دقائق، وهم الأفضل بكل شيء، حتى عجل الاتفاق من وضعه، أو إن بوكير حرك أوراقه على ضوء الخطة التي قدمها نظيره الجابر. فبات الملعب بالمقلوب وليس كما في العشر الأولى. فارس الدهناء أقرب إلى حارسه السابق وحارس الأزرق الحالي فايز السبيعي، فأخطروه بل وسجلوا بمرماه لكثرة الطرق الذي تلقاه، حتى أنهم أجدوا التعادل بعد البصمة الأولى التي برعت بها رأسية السنغالي بابا ويغو، وبذات الطريقة الأولى، إلا أن الحكم ألغاها لهم بحالة قد تكون تسلل أو قد لا تكون. فهذه الصور لا ترينا شيء، وهما على ذات الخط تماما. والتمام هو الذي استغله الشمراني ونيفيز وسالم الدوسري حين طبقوا جملة الهدف الثاني بحذافيرها وعلى ذات الخط من السرعة. والخط بين الهدف واللا هدف هو شعرة واحدة لم يستطع بها بابا ويغو أن يضع التعادل من ركلة جزاء احتسبت، فهو اختصاص بالركلات الرأسية وليس بالثوابت. أما البرازيلي نيفيز فإنه احتفل بالرابع بعد نزوله، ولم يشاهد مراقب الراية وهو يرفعها قبل دخولها. ونحن من جانبنا نرفع القبعة للطرفين على مباراة فيها كل شيء، امتاع وإلغاء وأخطاء. عمار علي، صدى الملعب.